نرجع بكم اليوم في حكاية الكان الأول نسخة لكأس أفريقيا اللي كانت سنة 1957 وتمت مشاركة 3 بلدان مصر السودان واثيوبيا فقط تحت مسمى بطولة القارة الأفريقية، وكانت الانطلاقة والبداية بالخرطوم السودان، وفاز بهذه النسخة مصر كأول منتخب يتوج بهذه البطولة الجديدة. تحبوا تعرفوا علاش وكيفاش؟ تبعوا معنا الحلقة، لكن قبل هذا ما تنسوش جيم وابوني باش نواصلوا معكم. لتعود بعد عامين فقط وتقوم مصر بتنظيم المشاركة، وكالعادة السودان وأثيوبيا ومصر هي المتوجة. سنة 1962 كان لعاصمة أديس أبابا بأثيوبيا شرف التنظيم باختلاف جديد ووجود تصفيات قبل معرفة الأربع منتخبات المشاركة. تشهد هذه النسخة أول مشاركة لمنتخب تونس نصر قرطاج، وتوج بهذه النسخة أثيوبيا. 1968 تغيير جديد، 22 منتخب في التصفيات، وتأهل 8 منتخبات هذه المرة، كل مجموعة تحمل 4 فرق. لتكون سنة 1992 هي المفصل والتغيير الكبير اللي نعرفوه لحد الآن، وأول نقل تلفزي البطولة كان سنة 1970 بالسودان. لمنتخب مصر النصيب الأكبر من التتويج بكأس أفريقيا الأمم 7 مرات، والسنغال لقب وحيد وهي بطل آخر نسخة بالكاميرون. هذه النسخة بالكوت ديفوار النسخة 34 وتحمل 24 منتخب، والانطلاق يوم 13 جانفي 2024.